السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اسهل طريقة لتنظيف الكرشة في 10 دقايق هتكون معانا بالجمال ده. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حالكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. انا هنا معايا كرشة جايباها من عند الجزار، هننضفها مع بعض باسهل طريقة جدا. ده كده شكلها قبل التنظيف. هننضفها مع بعض بمكون واحد موجود في كل بيت، بمكون بسيط جدا بس بجد هيخليها حاجة جميلة جدا. اول حاجة هنعملها هنبتدي ان احنا نمسك الكرشة بالشكل ده، نبتدي نعين منها الزوايد بالشكل ده ونغسلها كويس تحت المية بالشكل ده. لازم الكرشة تتغسل كويس وتنزل كل يعني الرواسب بتاعتها ونغسلها كويس بالمية. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبتدي ان احنا نغسلها كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما غسلناها كويس تحت المية بالشكل ده نبتدي ان احنا نقطع الكرشة لحتت متساوية بالشكل ده، لحتت متوسطة الحجم عشان نقدر ان احنا ننضفها على طول. لما احنا بنقطعها قطع متوسطة كده بنعرف ننضفها على طول، مش هتغلبنا في التنظيف بتاعها. لكن لو احنا نضفناها وهي حجمها كبير كده بتاخد معانا مجهود كبير جدا. بعد كده نبتدي ان احنا نحطها في طبق غويط بالشكل ده وننزل عليها بمية مغلية. ننزل عليها بمية مغلية وبعد كده ننزل عليها بمعلقتين كبار من ملح الليمون. هنلاقي كده لون المية اتغير معانا وكمان لون الكرشة اتغير معانا للون الفاتح بدل ما كان اللون الغامق. بعد كده نبتدي ان احنا نمسك قطعة من الكرشة ونبتدي ان احنا نعملها بالسكينة بالشكل ده، نكحتها بالسكينة. الملح الليمون بيساعدنا هنا ان احنا ننضفه بسهولة لما تكون الكرشة سنها صغير، لكن لو الكرشة سنها كبير بتاخد معانا مجهود اكبر من كده. شايفين ما شاء الله بتنضف معانا بكل سهولة ازاي؟ شايفين ما شاء الله بجد سهلة وبسيطة جدا. الملح الليمون بيساعدنا ان هو فعلا بينضف معانا. نبتدي ان احنا نجيب اللي هي ام الشلاتيت، نبتدي ان احنا ننضفها ما بين ايدينا. شايفين بتطلع معانا بكل سهولة ازاي ما بين ايدينا؟ سهلة جدا وبسيطة جدا، يعني بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. نبتدي ان احنا نشطفها بعد ما خلصنا كحتناها كويس. نبتدي ان احنا نشطفها بالمية من الحنفية. سهلة وبسيطة، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وفي 10 دقايق يطلع معانا بالجمال ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.